السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيداتي وسادتي أيها الحضور الكريم، أرحب باسم رئيس الجمعية المغربية للتنمية الاقتصادية والثقافية في هذا الحفل البهيج الذي ننظمه بمناسبة تكريم الدكتور عبد الرحمن بن زيدان وتوقيعه لمسرحيته الراقية حضرة البول. هذه المسرحية منذ أن طبعت وهي تنال استحسان القراء والنقاد، ونحن اليوم وفي إطار تنويه جمعيتنا بأعلام مدينة مكناس بالفكر والثقافة والفنون وخدمة للفكر والإبداع، نحتفل معكم أيها الحضور الباهي بتوقيع هذه المسرحية لنكتشف أرواحها ودلالاتها الفكرية، راجين للكاتب الدكتور عبد الرحمن بن زيدان مزيدا من الإبداع والتألق، المحفوفين بالصحة والعافية وطول العمر بإذن الله تعالى وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. نشكر باسمكم جميعا رئيس الجمعية المغربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على هذه الكلمة الطيبة وعلى ترحيبه بجمهورنا الطيب. طاب مقامكم معنا من خلال هذه الأمسية الثقافية الماتعة بإذن الله تعالى وبركاته. ننتقل الآن إلى وصلة موسيقية للفنان سفيان الواهلي بصحبة أوركسترا دندنة، فليتفضل مشكورا. مساء الخير عليكم.
يا ذا العطاء يا ذا السخاء اسقي العطاش تكربا ضيتي للقلب الصبر والإيمان الصار الدواء للقلب وحده العلي القدير وكنتي الدواء كل يوم وهو صار بحمام الصدر وتبات وحسن الكبار انت الدنيا عليتي الخير زاد انت الشتا بيتي يا حبيب الله انت الدنيا عليتي الخير زاد انت الشتا بيتي يا حبيب الله انت مقصود وبيتي اسمك نادي اقول كلي يا رسول الله يا محمد صعب اشتاق ولادي يا محمد فيك كان شهدك مع الله يا محمد كل فيك يوم الميعاد العين الرحمن كان نادي حسيتي قلب الصبر والإيمان الطاهر بالإخلاص الصبر وتبات وحب التدبير تيقظ والقلوب المنصار بالحكمة الصبر وتبات وحسن التدبير حبة بالقلب الصافي وحبة والخوى والعوي ودران الدم بشرتي بالخير صباحها وطبع الوادي وريتي الإنسان غريب والحسنة يا مصباح الهدى النبي عظيم الجاه جهنم الله كريم سود الإيمان عبدك ومضي زرع الخبال ويرفع مقام الحق ومقام الفماسية هو ولده يا نعم الخالي سيدي يا ربي تريده يا نعم الخالي يا محمد صعب اشفع ونور الهادي يا محمد مين كان شهد من بعد الله يا محمد كل شفيع يوم القيامة عين الرحمن يا النبي عظيم الجاه يا محمد صعب اشفع ونور الهادي يا محمد مين كان شهد من بعد الله يا محمد كل شفيع يوم الميعاد حبك يا النبي اعلوا بيتكم يا مولاي تهابكم صاحب الجلالة مولاي تهابي صاحب الجلالة صلاة وسلام عليك رسول الله أو الشهيدة صلاة وسلام عليك رسول الله أو الشهيدة أخذت الأنبياء والرسل دخلت الأنبياء والرسل دخلت الأنبياء والرسل دخلت الأنبياء والرسل شيلها مولاي دريس شيلها مولا بكناس شيلها مولاي دريس شيلها مولا بكناس مولاي لا مولاي لا
جميعا الفنان والموسيقى المصاحبة الموسيقية الرائعة. وننتقل معكم الآن بعد الاستماع إلى الفنان سفيان الواهدي برفقة أوركسترا دندنة إلى الاستماع إلى الفنانة الصاعدة الواعدة سلمى تهلون. وفي المصاحبة الموسيقية سيكون الفنان يحيى المراكشي. نطلب منكم أن تشجعوا الفنانة الصاعدة سلمى. موفقة لله. كنتمنى الحضور الكريم يكون بخير وعلى خير. شكرا للجمعيه المغربيه. المشاركه الاولى ديالي ان شاء الله غادي تكون باغنيه عين الصحراء شعر محمد الامامي والحان عزيز بن شكران. شكرا.
التي غنت قصيدة عيد الصحراء للشاعر محمد الإمامي. ونمر بعد هذه الأغنية الوطنية إلى كلمة لرئيس جمعية رواد الخشبة الأستاذ حسني العيساوي، ينوب عنه أمين المال محمد الزين، فليتفضل مشكورا لقراءة كلمته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، بداية نعتذر للحضور عن عدم حضور السيد الرئيس نظرا لانشغاله بمهام خارج المدينة، وسألقي كلمة متواضعة نيابة عنه. أيها الحضور الكريم، باسم جميع مكونات جمعية رواد الخشبة نشكر السيد رئيس الجمعية المغربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية السيد كريم خربوش على هذه الدعوة التي أبت هذه الجمعية أن تحتفي بالدكتور عبد الرحمن بن زيدان الذي يعتبر علما من أعلام مدينة مكناس في مجال الثقافة عموما والمسرح على وجه الخصوص، ومن خلال إسهاماته في النقد والتأليف المسرحي. وما هذه المسرحية إلا خير دليل على ذلك. ونحن في رواد الخشبة نعتبر الدكتور عبد الرحمن بن زيدان نبراسا ينير طريقنا منذ أزيد من 40 سنة. كان دائما مساعدا وموجها للجمعية من خلال لقاءاتها المسرحية في ثمانينات القرن الماضي، ومن خلال إبداعاتها المسرحية. وبهذه المناسبة نحن في جمعية رواد الخشبة نشكر الجمعية المغربية للتنمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية التي أتاحت لنا هذه الفرصة لنقدم ولو عربونا بسيطا للدكتور عبد الرحمن بن زيدان، مقدم قراءات نصوص مشاهد مقروءة لمسرحيته حضرة البول. وفي هذا الإطار جمعية رواد الخشبة تشتغل على هذه المسرحية، وسيكون عرضها الأول قريبا إن شاء الله. والقراءة المسرحية ستكون من الإخوة الأستاذ محمد بن حسين، الأستاذ رشيد المصباحي، والأخت الأستاذة عباب السطوطي. وشكرا. نشكر باسمكم جميعا أمين المال محمد الزين عن جمعية رواد الخشبة. ونمر كما قال لكم لنشاهد عرضا من مسرحية حضرة البوح لويزا ومارين. يقدم هذا العرض الفنانة عفاف السطوطي والأستاذ محمد الحسين والأستاذ رشيد المصباحي، فليتفضلوا مشكورين. عفوا على ما جاء في كلمتي الرئيس النيابة. نحن في جمعية تستعد للاحتفاء بذكرى الفضية في هذه السنة. وبالنسبة لنا كمسرحيين، كفنانين، كطاقم فني ينتمي للجمعية، وبمعية نبراسنا ومنارتنا المسرحية ليس فقط على مستوى مدينة مكناس أو المغرب، ولكن اسم عربي، مساهمة كبيرة، تأليفا، نقدا، بحثا، يعني توجيها، دراسة إلى آخره من الأشياء التي نعرفها جميعا. إذا نحن بالرغم من أننا لسنا موجودون، لكي هذا لعدة اعتبارات. أولا العطلة، ثانيا الفرقة كلها غير موجودة، ثالثا دعينا تقريبا في فترة قصيرة.
ونحن نجتهد في الافق اننا نشكر بعد هرمنا المسرحي على ثقته التي وضعها فينا، لانه الاخراج في المسرح هو عباره عن مغامره اخرى من الكتابه التي غامر بها الدراماتورج المسرحي عيما اقول الاخ الاستاذ الزميل دكتورنا السي عبد الرحمن بن جيلان. امامكم سناخذ بيدكم لنطلعكم على الكيفيه التي يمكن ان نفهم بها هذا البوح الذي ستستمعون الى دراسته النقديه من طرف الاساتذه الجدد، عن طريق الكيفيه التي سيتم بها او تتم بها اخراج هذه المسرحيه في قالب مسرحي، لان المسرحيه لا تصبح مسرحيه الا اذا تم اخراجها وكان هناك تشخيص وكان هناك وسائل اخرى. اذا لقد اخترنا لكم في ظل هذه الاكرامات اخترنا لوحتين من اللوحات الاثنتي عشر التي تضمها المسرحيه، ولم نريد ان نفوت هذا الاحتفاء برمزنا المسرحي الكبير، هو الذي تتعدد الرموز عنده في دراماتورجيته الكتابيه وخاصه في هذه المسرحيه دعوه حضرة البوح. وكان لزاما علينا في الحقيقة أن نكون، ولكن هذا ما قدرت المقادير في الصيف هذه نحن منشغلون بها وفق إمكانياتنا. والجمعية للحقوق الخشبة من الجمعيات التي كان لها صيت كبير في الوطن وفي حتى في تحميل الوطن بإسهاماتها على مستوى مدينة مكناس والملتقيات والمسرحيات التي كانت تقدم. ونحن من الذين نريد أن نقدم، أنا باسم دابا الجمعية وباسمي نريد أن نقدم مسرحا مسؤول. واختيار عبد الرحمن بن جيلان كاسم في هذا البلد واتفاقه معنا على اننا بدون قيد او شرط في ان وبدون شوفينيه بان ينطلق هذا المسرح من مسقط راسه مدينه مكناس، ونحن فخورون بهذا، فخورون بالانتماء الى مدينه فيها الاستاذ اطال الله عمره ومتعه بالصحه والعافيه والمزيد من النجاح والتوفيق. انه يتم هذا البوح داخل ما يشبه عياده او محل للمساج حتى يعطينا وصفا للعلاج والتي تشتكي منها طبعا وفق منظوره الخاص، وهذا ما نلاحظه في المسرحيه. غادي نحاولوا ناخذوا بيديكم وتشوفوا او تحاولوا تحضروا معنا بحال اللي تحضروا معنا كيفيه تهيئ او اعداد مسرحيه بالكواليس الداخليه قبل ما تبان كعرض مسرحي. شكرا للجميع، اشكر الجمعيه على دعوتها، ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم، لان الاخوان بزاف هنايا كانوا ينتظروا اننا غادي نكونوا وعلى راسهم الاستاذ، ولكن نحن لم نريد تفويت هذه المناسبه في الحضور معه. اذا باذن الله سوف ننطلق، تكونوا معنا في الكواليس تاع العرض، ونعدكم ان شاء الله انه سنرى مسرحيتها في اقرب مجال. اذا معنا الاستاذ الاخت الفنانه الممثله عفاف السطوطي، معنا رشيد المصباحي اخوكم وصديقكم حسين محمد، والسي الزين الذي رايتم، والطاقم يتكون من كل الشخوص اللي عندنا في المسرحيه ولكن ما موجودينش. شكرا.
كم يسكنني الخوف من العتمة من زمان، ومنذ اللحظة التي بدأت فيها أوجد في هذا الظلام الكاهن. لا أرى مع خوفي من حالتي وعليها سوى أجساد وملكة ومراتب لا حياة فيها، أجساد أعايش حركاتها التي أحركها بآلية باردة، لا حرارة فيها سوى الاسترخاء الكامل والعري الدافئ، ونفسية زادتها عقد الجنس حبا للتصرف. ظلام لا أرى فيه إلا قزحا وأشباهه المهزولين الضعفاء يتوافدون علي لتجديد حياتهم، وهم يثرثرون ليفعلوا ما يريدون فينا. أنت دائما من تكون؟ أنا من أراقب وهنك داخل هذا الخوف. لماذا؟ لأقيس الضغط الذي تمارسه عليك كل حالة نفسية، وتمارسه شهوة كل شبح سياسي يتحرش. أنا لا أراك. هل أنت طيف خيال؟ أنا أنت وأنت أنا. كنت لا ترين إلا ما هو إلا الأجساد المنفوذة، ولا ترين إلا ما هو الداخل. ما علاقتي بك؟ وما علاقتي بعالم الأطياف؟ علاقة الذل بالخلق وبالموت، وعلاقات الروح بالدين. أشعر بدوخة من هذا الكلام. طيبي هو من يقيس الأرواح وهي تعيش صنوف الأعداء. ما الفرق بين الظلمة والمحتوى الدامس في هذا العالم؟ في هذه الغرفة التي تختصر عندي كل الوطن أعيش زمن الظلمة أكثر من العيش في زمن الأنوار. هذه أرض الظلام، هذه إشارة إلى العالم الآخر. الظلام وهذا الظلام إلى ماذا يشير؟ الظلام سويدات في الطريق، ودجن في المنافذ، وغبش في النفس. ماذا يعني؟ الظلام عندي إشارة وجود عالم آخر موازي لعالمنا. هنا في هذه الغرفة المظلمة لا وجود لحب حقيقي، لصدق صدوق. منذ رحل عني من كان روحي وتوأمي ساد الظلام. دائما أرى في عينيك إشراقة ذهبه، وتاريخ طريق سطوع يفرح بالضياء الضوء حين يحل في هذه الغرفة. هو معي وأنا أعانق هذا الظلام في غرفة يأتي إليها الأموات من غرف السياسة الرديئة بحثا عن الحياة. معهم أرى وجهي فيكتئب عمري على خدي ليلتهب حزنا، وأنا أستحضر صورة المخطوب، صورة من عشقت. من يكون هؤلاء الأموات الأحياء بالتقصير؟ إنهم أشباح يوجدون في أجساد لا تعشق سوى سراب حياة تهرب منها الحياة لتقدر بالناس. ومن يكون المغضوب؟ كان نورا لي أهتدي به في الأيام الحالكة، لكنه راح ولم يعد. غاب عنك؟ غيبوه عني، أبعدوه عني. يعني أنك صرت تعيشين ما بين جسد ممدد وجسد فيه انتظار، تفتشين عن ذاتك كأن الزمن الوحيد عندك هو زمن البحث عنك بين كل الأجساد والعقليات والأهوال. أنتظر المغيب. ظلال تعيش امتدادا روحيا وغيبيا لجسد هذه الأجساد. لم أفهم. لا تخاف. إذن ما معنى الخوف في هذه الغرفة التي أسكنها مع هذه الأجسام الحية الميتة؟ أجسام تتمدد هنا وهناك تحتل الكراسي الوثيرة التي تسلط عليها الأضواء، ولا نعرف ماذا تفعل وكيف تفكر وإلى ماذا تخطط.
الخوف عندك انفعال بالنفس حيث يسكن المحبوب الجديد. لا محبوب ولا هم يحزنون. المحبوب رحلوه إلى ظلمات أخرى. هنا فقط أجساد معي، أبدان فارغة كلها تخيفني. معها أجد الخوف ضدي، ذاتي ضدي، البكاء ضدي، أجد ضدي. إنه فصل الكسرى، أريد أن أكون فيه أقرب إلى النجوم والسماء. لا بد من وجود أمل ووسيلة، فما وسيلة؟ أنا أعيش بلا وسيلة، أعيش مع بصيص أمل خجول، أقتات منه لحظات عيشي بمرارة، ولكن خوفي يكبر. ماذا الخوف؟ لماذا؟ تحرري. في خوفي متعة هي وسيلتي للهروب منهم. الخوف يعطيني قوة تساعدني على التحمل لمعرفة خفايا هذه الأشباه. في الظلمة اقتربت النجوم، حذر وحيطة وخشية مكتوبة بمرارة اللحظات. عندما أطفئ الأنوار وأشغل موسيقى هادئة تريح غضبي وتبعث في الطمأنينة قبل أن تبعثها في الممددين على سرير الاسترخاء. يتبخر عندي الانزعاج ويرحل الهم والوسواس لأبدأ الحياة مع من فقد الحياة، لأعرف نفسيات هذه الأشباح. لكنك في الظلمة تعيشين مع أجساد بلا كفن بلا لباس تعطينها الإحساس بالحياة. نعم، لكن هل أمنح روحي إلا من لا روح فيه؟ إنهم محنطون. هل حاولوا نزع روحك من روحك؟ نعم، أرادوا اغتيال فرحتي المؤجلة من أحلامي، أرادوا نزع روحي من حياتي. أية حياة تقصدين؟ أنا لا أرى أي تقارب بين هذا الخوف وبين الأمان والارتياح والطمأنينة مع هؤلاء المحنطين الخارجين من أقبية النسيان والهذيان وعقوق الرب وصناديق الاقتراع الكاذبة والتزوير والجهل المبرمج والتكفير. لكنني سأقاوم. من عملك في الظلمة هل يمكن أن تبوحي لي بفصول هذا البوش، هذا الخوف؟ كل حياتي فصول متناثرة بالخوف أعيش فيها على إهمال ذاكرتي. لا أعرف هل هو تراخي؟ هل هو تهاون مني؟ هل هو خوف من الكشف والمكاشفة والبوح؟ دعيني أحرك في كلام المؤجل صامت. دعيني أكلمك في هذه الظلمة وأكون صلة وصل بينك وبين عالم الإدانة والإظهار. أفحص معك كل الكائنات الخارجة من الصناديق المدورة ومن كذب الأقبية السياسية إلياس الإبليس ومن بركة الهدى وشر الشيطان. حتى أنا مللت من الإخفاء والإدمار والإبطال. ما أجمل الإبانة والصبر ناكلتي إلى عالم الخيال والحقيقة. أنا أتردد. سأكون معك، سأكون حاضرا في هذا البوح لنعرف من هي هذه الأشباح. ما أحلى الفحص والبوح. نعم، ما أحلاهما حتى ولو كانا موحشين وغامضين. لا أعرف مآلي فيهما. أنت تشبه. نعم، تشبه. لم تغيرك الظروف، لم يغيرك البعد عني. ربما هذا وقت العمل. الأشباح في الطابور تنتظر دورها. سأختفي. هل قرأت الرسالة التي وصلت اليوم؟ مرحبا، تفضل. أنا دائما أحافظ على مواعيدي. لأن الناس في بلدي لا يحترمون المواعيد. وفي كل شيء. نعم، في كل حالة ووقت. هيا، خذ مكانك فوق المرتبة. الوقت كالسيف إن لم تقطعيه قطعك. مرحبا، استرح. أوكي. سأعود بعد قليل. انزع ملابسك والبس هذا التبان.
سأضع فوق جسدك منشفة. تعرف أن التبان قصير إلى الركبة يستر العورة. اللعنة كأني به خلف ضلوعي الهد، فوق صدري يريد أن يبصم شغبه المتخلف ويكتب شهوته المسرورة على حلبتي البنينة. هذا اليوم يظهر أنك عصبي. هل هناك ما يزعجك؟ هل أنت مكتئب؟ لا، فقط في حالة قلق ومعاناة من تحمل المسؤوليات وترقب نتائج الدراسة ومجيء مبعوث الدول الصديقة والشقيقة وانتظار نتائج الانتخابات وما ستفرزه الصواريخ. استرخي، استرح، ستنسى حالات التوتر. ممكن، لكن الحياة تمر بسرعة ولا تمهل. إنها سنة القلق في الحياة. وهل نترك الحياة تذهب سدى بلا قلق؟ ليس المهم إضافة سنوات ما أحلى الاسترخاء. إنك في حصة علاجية. وفر كلامك. قوتي في كلام. إذا غاب الكلام غابت قوة الشخصية. سنوات صرت أنت جزءا من حياتي. أردد دائما أنني سأبعث نور الإيمان في أرجاء المكان. الظلمة أضاعت رحيق أنوثتي بالكلام المعسول. بلى، أنت نور، أنت حياة ستشع أضواءا في هذه الغرفة. لماذا هذا الغزل؟ أنت من تعرفين جغرافية جسدي. وصرت أعرف أيضا نفسية هذا الجسد المرسوم بهدوء. عرفته منذ كان نحيفا، لكنني لا أعرف حقيقة من يكون ولا أعرف فكره. نحيفا، هزيلا، سمينا، ماذا تعنين؟ أعرف أنك كنت تبحث عن الرشاقة في الحروب التي خضتها هناك في أفغانستان والعراق وسوريا وفي أفريقيا. لأنني كنت أكره أن أبدو في هذه الحروب شعبا ضامرا نحيفا نحيلا أشارك بدون فائدة. إذن تغيير المظهر. ما أجمل أن أكون بدنا جسيما عقلا غليظا. المظهر. هذا مطلبي ومرادي. المظهر ينفع في التجمعات السياسية، يجلب الهيبة والاحترام. بهذه اللحية البيضاء وهذه السبحة المكونة من 99 حبة، بينهما فاصلتين صغيرتين، بينهما 30 حبة لا تفارق وساطتي. أحرك حباتها خوفا من الصواعق ودرع العين الحسود وتيمنا بكل بركة تساعد قوتي على الاستقواء. هل هناك سر آخر؟ أستخدمها كما يفعل المتصوفون الدراويش في مجال التزهد والتشهد بعد الصلاة. منافق أنت، لا تعرف لا تصوفا ولا دراويش، ولا تحفظ شيئا من كلام الله. ما أكثر أشباهك. وهل تحقق لك ما تريد؟ الحمد والشكر. بعد العودة من الحرب صرت بطينا، بعد أن كنت أعجفا وصار لي رأي آخر في الحياة وفي المجتمع. صرت تكره ماذا؟ أكره الموسيقى، الرقص وكل الفنون لأنها حرام. أكره النفاق والاسترخاء مع امرأة، مع مدلكة على موسيقى هادئة. حلال. وما سر هذا الحلال؟ وما سر هذا التحريم؟ الأمر صعب التفسير وسهل الفهم في الآن ذاته. كيف؟ وماذا تريد وتفضل بعد هذا الرفض؟ أريد مجتمعا آخر
أفضل فيه ركوب ماذا؟ الحلال أم الحرام؟ أريد امتطاء ماذا؟ الربح أم الخسارة؟ أريد ركوب وامتطاء كل موجة توصلني إلى ما أشتهي. وما هي موجتك المفضلة بين الأمواج؟ كل موجة أكسب منها الكثير حتى في الصخب. حتى الضجيج؟ ما أجمل الضجيج المريح الذي يعلمني كيف أكون عندما أتحول وأكون كل يوم أنا في شأن. تكون ماذا؟ أكون زعيم الهرج والمرج والهيجان وإعطاء الأوامر. لكن الضجيج فوضى. أحب الفوضى والاختلال والاختلاط والتوتر والجلب والصياح والضجيج والغبراء. ومع ذلك أحب الجمال. حتى الموسيقى جمال، والشعر جمال، والمسرح جمال، والجمال جمال، والله جميل ويحب الجمال. هذا الشغب والضلال جنون التعقل والحصافة بلا تحريم لا يوصلان إلى ما أريد. الوصول إلى أين؟ إلى السنة ومحو الغرباء الكفار الذين يأتون إلينا من عالم الإلحاد. إنها دمامة وشتامة وشناعة. لا يهمني سحر الجمال ولا تهمني فتنة التقوى، لا تهمني الفضيلة. وماذا يهمك؟ أن أكون في الخفاء موجودا. يهمني أن أكون رجل الساعة وما بعد الساعة وفي الساعة. يهمني أن أكون في كل الساعات. هل بهذه الصفات كنت تفتح باب التفاؤل السياسي على عالمك؟ هذه هي الصفات التي حولتها وسأبقى أحولها إلى أفعال حقيقية للوصول إلى السمنة التي أريد. وكيف تريدني أن أعرف تلك الأفعال وأنا أعيش في هذه الغرفة المظلمة؟ أنا أطل على العالم من الظلام، لا أرى إلا الأشباح من حولي. هم أشباح التي أتحكم فيها، أعطيهم الأوامر فيمتثلون. لكن كلامك يدل على أنك مثقفة. عد إلى مكانك. لا أريد أن أعرفك بمن أكون، فالوقت غير مناسب. للمرة الأولى والأخيرة أريد أن أعرف من تكونين. دع الجواب للمرة القادمة لتعرف ما تجهله. أنا هنا فقط مدلكة. لكن المدلكة تخفي حقيقة مخيفة. لا تخف، ما أقوم به عبارة عن وظيفة لكسب العيش المحترم. أما ما أخفيه فأمر يساعدني على فهم هذا العالم ويعلمني كيف أصمت وكيف أتكلم. ماذا تخفين إذن؟ ستكشف لك الأيام من أكون. المهم استرخي، استرح. الاسترخاء النفسي، استرخاء عضلات الرقبة، عضلات الوجه، عضلات البطن، عضلات الظهر. وما فائدة هذا الاسترخاء؟ سنوات تمر وأنا أردد نفس الكلام. ذكريني. بتمارين الاسترخاء تكتسب القوة على البوح بما تخفيه، تتغلب على القلق النفسي والاكتئاب. أنا أريد التغلب على المعارضين، أريد دحر كل المنافسين وطرد الغرباء وكل من معهم من الكافرين. رافقيني ولو مؤقتا لتعرفي قلقي ومن أكون في عالم الأنوار التي صنعناها للحياة التي نريد. دعيه يحكي، دعيه يتكلم حتى نعرفه ونعرف أشباهه أكثر. خلينا نرحل معه إلى الماضي ونعرف الحاضر والمستقبل. اسأليه ماذا يريد. الناس في بلدي يحبون التقوى، وأنت ماذا تريد؟ أنا فقط أريد المال. المال هو ماردي، بالمال أصير ماردا عملاقا. ولماذا المال بالضبط؟ بالمال أصنع كل شيء، بالمال أصنع الكراسي،
بالمال ألمع الجاه، بالمال أكرس استمراري في السلطة، بالمال أنجح في شراء كل من ينوي فتح فمه ليقول لا، بالمال أشتري سلاحي وأفرق على أشباعي، بالمال أنتج العالم الجديد بالصيغة التي أريد. لكن الناس سيتساءلون: هل مالك حلال أم حرام؟ أنت تعرف أن كل مارد في هذا العالم فهو طاغية. أنا أتوق للأموال، أتوق للأجساد البيضاء، أتوق للأصوات الساكتة، أتوق لتخزين المال، لأنه هو من يفتح مغالق أبوابي، هو من يكشف كروبي، هو خير الفاتحين. أريد أن أكون قارون، الحر، نبيل يحكم الأشباح. فهمتي؟ سأنتظرك. اهدأ، استرح. بالمال أعوض كل خسائري. باستطاعتك الآن أن تغادر المكان، لقد انتهت حصة اليوم من الاسترخاء. شكرا. جزيل الشكر. أتمنى أن نلتقي مع فصول هذه المسرحية التي كلها دراماتورجيتها تدفع في هذا الاتجاه من خلال معرفة الأستاذ المثقف الواعي والمسؤول فيما يخص المسرح. من خلال كل هذا أرجو أن ندعوكم قريبا لحضور 12 لوحة من هذا البوح. وشكرا للأستاذ الكريم نشكر باسمكم جميعا الفرقة التي عرضت علينا هذه المشاهد من مسرحية حضرة البوح، والتي أزالت الستار نسبيا حول شخصية قزح، هذا القزحي الذي يحرم ويحلل حسب أهوائه وحسب مشاعره. ننتقل بعد هذا العرض الرائع لنقف اللحظة على مقاربة التيمات التي تقدمها هذه المحاضرة، وهي تتحرى الدخول في عالم الكتابة التجريبية لتتناول موضوعا إشكاليا يمثل ظاهرة عالمية لها علاقة بما جرى في البلد مع الإرهاب باعتباره خطرا على الناس والعباد. كما سنتعرف من خلال هذه القراءة المباركة للأستاذ مرسي الأكرمي على الموضوعات وباقي المنظورات التقنية التي بنيت عليها هذه المسرحية حضرة الموضوع ميزة ومريض. ومن خلال هذه القراءة الأستاذ الجليل محسن الأكرمي الإطار التربوي بوزارة التربية الوطنية، خريج جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، مدرب معتمد في تكوين المدربين في مجال التنمية الذاتية. وقع مؤخرا روايته الجديدة تحت عنوان ويلات ذاكرة حالمة بمقر غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، وهو إصدار يعزز به الأستاذ الساحة الثقافية المكناسية والحقل الروائي المكناسي المغربي والعربي. فليتفضل مشكورا لقراءة دراسته النقدية في مسرحية حضرة البوح موضوع التوقيع لهذه الأمسية للدكتور عبد الرحمن الزيداني. تحية الحضور المتنوع، الحضور المثقف، تحياتي لكل الوجوه الثقافية التي حضرت هذه الندوة التي تهم توقيع مسرحية حضرة البوح. مداخلتي حول عتبة حضرة البوح هي عتبة لإنعاش المسرح المغربي بأكسجين التغيير والتجديد. أولا، من الاعتراف بالجميع وقفة احترام لأستاذنا غرقت منه فيض المعرفة في مدرجات الجامعة مولاي إسماعيل. لأستاذ كانت تشدنا محاضراته بالكثرة والحضور، كانت موضع البحث عن تساؤلات المعرفة والفهم والتحليل. ولم لا الوقوف على خشبة مسرح الحياة
من صدق الشعور الفخر دائما والاعتزاز بأحد أعمدة أهرام الكتابة الأدبية والنقد المغربي والتنظير المسرحي الدكتور سليم المنبع الطيب والأسرة العالمة بمدينة مكناس سيدي عبد الرحمن بن زيدان. أستاذنا، أعلم أنكم بطبعكم لا يستهويكم ذكر مناقب سيرتكم الذاتية المتنوعة في العطاء والتفاعل، لا يستهويكم تعداد حصيلة سنوات من البحث والتدوين والتأليف في مكون أبي الفنون أو المسرح والأدب والنقد، لا يستهويكم ذكر بصماتكم الحصرية وتلك الكلمات الإفادة والإشادة في المؤتمرات الدولية والندوات الوطنية، لكن اليوم أقف أمام مقامات وعتبات رجل أبلى البلاء الحسن في إنعاش ذاكرة المسرح المغربي والعربي والدولي وتكتيب تحسين وتدوين تاريخ المسرح العربي، خاصة فلسطين، مسرح فلسطين، لأنني قريت واحد الكتاب مقامات القدس في المسرح العربي، الدلالات التاريخية والواقعية. رجل يخدم المسرح بامتياز في عز فجوات الثقب الأسود بتحولات العولمة الإلكترونية والمعرفة ونقوص المشهد المسرحي المغربي. دكتور علمنا أن من فوق الرمح المسرحي يبدأ النضال من أبي الفنون، ومن هنا قد نعيش لحظات من الحلم والخيال ومن الحقيقة الواقعة من رمح أبسط عرض مسرحي يمكن أن نكتسب منه الجهر بالحق والدفاع عن قضايا الوطن والأمة العادلة ومقاومة صخر الفزع الإرهابي ومواجهة آفة التعصب والسياسة الوصولية. من خلال عنوان حضرة البر، عنوان يشكل بطارية مطارحة مسرحية تضع لنفسها هدفا أنيقا للدفاع عن الحرية والعدل، الدفاع كذلك عن التنوير والحداثة البعدية كما قال سعيد يقطين، وكذا الدفاع عن أطروحات الفرح بالحياة ضد مشروع الشر والفزع الإرهابي. عنوان البوح بالحياة عنوان وفضح للإيديولوجيات والأسرار المتخفية وراء الانتهازية السياسية والمقامرة بالأرواح البشرية. فيما الحضرة دكتورنا فهي ترويج ذكي لاتباع شيخ طريقة دون معرفة الخلفيات والتبعات والمآلات، وسواء تعلق الأمر بحضرة مقدسة أو بحضرة مدنسة، فإن حضرة ابن زيدان تعتمد على الانكشاف والتعري والتخلص من عبء الأقنعة الاجتماعية التي يجبر الفرد على وضعها ليعيش مع الآخرين. هنا نقول أن ابن زيدان يبحث في تجليات النفس كي تتحرر من همومها وضغوطها ومرتداتها المرهقة، فالغاية تصوغ وسائلها ولا تفترج إلا بفضح المستورات. يقول الكاتب: الإرهاب لا وطن له ولا لون له ولا عقيدة له إلا عقيدة العنف، والذي لا يبقي ولا يضر، لأن همه السادي واغتيال لحظات الفرح في مهدها. وهذا ما قدمته أحواله لأول مسرحية مغربية تتناول موضوع صناعة الإرهاب في العالم، يعني بأن مسرحية حضرة البر أول مسرحية مغربية تهتم بتيمة الإرهاب. إنه عنوان يحمل الوعي التاريخي والمعرفة بالوقائع ومداراتها، مسرحية ملحمة العصر كما يسميها دكتورنا وفق توصيفه. وعن سبب اختيار العنوان حضرة البر كعنوان يقول الكاتب: توخيت أن أعطي لبوح المدينة كل ما يقربنا من زمن العنف الداعشي الممارس على النفس والعباد من قبل مروج الجهل والغباء والجنس والمخدرات والجهاد الجنسي وتشويه الأديان. نعم، مسرحية حضرة البوح تعلن عن موقفها من عالم مرهب للنفس والذوات والأرواح،
حين تصير الكتابة كما يقول دكتورنا لا تطاوع أفكاري ولا تساعدني على إظهار ما تفكر فيه معي، وأنا أفكر معها حول مدارات الحياة من هذا الزمن المخيف الناطق بحيوية التفاعل وبحضر معرفة المؤهلات العدوانية المسخرة لصناعة الإرهاب. نعم، هي مسرحية الواقع، هي مسرحية الحلم، هي مسرحية التخيل عن هذه الحياة، حيث الكاتب يحضر معه الحلم لمعانقة في الواقع أو معانقة واقع حلم في مسارات التخيل. في نص مسرحية حضرة البعث اختار ابن زيدان الإرهاب موضوعا قائلا إن الكتابة بالإبداع يمكنها أن تستحضر هذا العالم التراجيدي في مأساته وفي أفراحه وفق رؤيتها وموقفها من كل الوقائع، وكل غاياتها هي التمسك بزمن الوعي بمكونات تريد بها امتلاك الوعي الحقيقي بعالمها حتى تدب الحيوية في فعل التغيير هذا العالم بما يوافق كل قيم الإنسان التي هي تحارب الأفكار الظلامية. فحين تناول قراءة مسرحية حضرة البعث نحس بمعاناة الكاتب حتى في اختيار كلماته ومصطلحاته. تحس أن ابن زيدان كان يكتب ثم يتركها جانبا، تحس بأنه يثير فضوله الكتابة مرة ثانية ثم يعود إلى مخطوطاته بالتتميم. يقول ابن زيدان المعاناة الملتهبة في الذات والمرتفعة ظاهريا في الواقع تحت تأثير التمويه الذي تمارسه الموانع والتحريمات والقوانين الخادمة لمصالح من له منفعة في إشعال الحرائق في عالم مدعوما بما تمارسه وسائل الإعلام المحصنة بالقوانين. هنا نقول أن عبد الرحمن بن زيدان اقتحم بجرأة نوعا من مسكوتات العالم بالإفصاح لا الإضمار، فالتحدي عنده ظل حالة من الوعي التاريخي، أفكار تظهر من عالم الانتصارات والزمن العولمة بين ما هو قار وبين ما هو متحول، تحدي يبحث عن تحفيز البحث عن تمثلات مغايرة والتي تسود في كتابات المسرحية. فالكاتب يبحث عن فصول النزوع نحو الإعلان عن فهم جديد لعالم يبصح خطابات الدراما وعن عنف العالم. عبد الرحمن بن زيدان أعاد باعتبار الكتابة النصية وخلق التفاعل بين الواقع والمتخيل. ولم لا الإعادة المقصودة لمفهوم النص المسرحي كإبداع ومعاناة ومواقف ورؤية للعالم وإعادة لنص المؤلف حياته التي ضاعت بين كل دعوة بدأت تتزعم خطأ إلغاء النص المكتوب لصالح عرض بدون نص. وهنا نقف بأن العملية تاع العرض المسرحي بين الأداء وبين النص المسرحي كانت هناك ثنائية عجيبة. حضرة البوح قد نعتبرها بحق كتاب فلسفة يحيد بعدا عن الكتابة الفوتوغرافية والوصفية، إنه دلالة هوية جديدة للنص. فموضوع الإرهاب والمرأة هي قضايا الساخنة التي لا تزال حية بتناقضاتها ومفارقاتها في المجتمع. في مسرحية حضرة البوح نقل ابن زيدان ظاهرة الإرهاب إلى الكتابة واستعراض حالة المرأة الواعية والاكتواء بحرقة المفارقات أثمرت التساؤلات الماكرة. من يصنع الإرهاب؟ من يصنع السياسة الجديدة في عالم العولمة؟ ما هو الوعي الحضاري ومن يشكله؟
ما هي المفارقات التباين بين الأنا، بين تعريف الأنا والآخر؟ كيف هي مكائد الادعاء المنافق بقسط الإيمان ومن يستند ويسانده؟ ما هي مفجرات القمع والانحصار وآهات ضحايا الإرهاب؟ كيف يمكن تصنيع الإنسان بالإيديولوجيا الانتهازية؟ ويمثل في هذا قزح الشيطان وآبائه. كيف للكاتب أن يتمكن من إحضار الرمزية في النص المسرحي؟ كيف الموازنة بين تماثل الواقع وتفجير المتخيل؟ تتشابك في هذا النص المسرحي حضرة البوح الظاهرة الإرهابية وموضوع المرأة، وتمثلها هنا الطبيب النفسي العروف، ويرافقها قرينها المدافع عن حقوق الإنسان العريف الذي هو سجينا. القادمين من معرفة نقيضهما قجح الشيطان وأبنائه. الرمز في النص الذي لا يحيل على نفسه فقط، بل يحيل على العالم الذي يريد أن يكون موجودا وفق هواه ووفق ما تمليه عليه مصالح المهيمن عليه، الذي هو صانع ومهندس للشر والإرهاب في هذا العالم. ويتابع ابن زيدان تحديد مهام هذه المرأة العروف بمعرفتها لنقيضها قزح، تقوم بمطحه وتعمل كذلك على اختزال أوجاعه واختزال كل أوزاع النساء وروحهن الذي يمزج القلق بالأمل في العيش حتى يداوين جروحا تطهرهن بالتفاؤل من أضرار واقع صار عنيدا وظالما ومزحفا يبتلي كذبا عن المرأة وعن الرجل والمجتمع لحد من شكل وجودهما، ولا سيما حين يشعر بقوتهما الفكرية فيلجأ إلى صناعة الأتباع أي قجح الشيطان والمريدين والأشباح لتشويه الأديان بفكره المشوه. لويزا ومارين ترميز القطيعة ضمن لغز أو ألغاز البوح وتشكيل الغلاف لوحته الفنية، إظهار للكتاب. هنا الكتاب نجد بأن اللون الأحمر يسيطر على غلاف الكتاب، نجد بأن اللون الأسود كذلك في اللوحة الفنية التجريدية يحتل الكتاب. هنا المفارقة أنا اللي تستأذن بأن اللون الأحمر هنا تنجد في الواجهة الأمامية من الفوق في الخط، نجد بأن اللون الأحمر يحتل النصف الأخير وتطلع الأمل في وجه أستاذنا عبد الرحمن. كذلك لويزا ومارين اللتان تؤرخ مسرحية حضرة البوح على مذبحتهما في الواقع. حنا تنذكروا هذه القصة تاع لويزا ومارين اللي ذبحوه في جبال تاع الأطلس، اللتان تؤرخ مسرحية حضرة البوح على مذبحتهما في الواقع. وكذا في متخيل هذا النص الدرامي فقد استحضر ابن زيدان لطيفهما حوارا غطى صفحة ونصف من البوح الثاني، رسالة من مرسل مجهول، صفحة 35 و 36، كما يستعيدهما في البوح الثاني عشر والأخير، لنمسك قلوبنا من أجل الحياة، والذي جمع طيف الحقوق العريف، الرجل الوحيد التي تحبه العروف والمغيب بالاعتقاد، وذلك من خلال تحول العروف إلى طيف لويزا تارة، ثم إلى طيف مارين تارة أخرى في مشهد الذبح الرهيب. حضرة البوح قراءتي هذه المتواضعة كانت تتلمس أجوبة لوضع بشري منظور للمآسي في كل لحظة وحيد. قراءتي كانت تبحث الخوض في خفايا وخبايا المسرح الواقعي مع نوعية مستحدثة من الخيال لإحداث تغييرات وتصويبات بعض الوضعيات الاجتماعية المربكة ومنها الإرهاب. يقول ابن زيدان: مسرحية حضرة البوح أبجديتها قادرة على تبليغ خطابات مسرح ينخرط بمسؤولية في محاولة فهم وتفسير يزعزع الإرهاب. نعم، هي لغة كتاب متعة عند القراءة، تسبح بالقارئ نحو تيارات منسابة في الزمن الإنساني المتحول والغير التابع. مرات عديدة يكون الخطاب في المسرحية باردا ودسما، وأخرى دافئا ومطعما بالحياة، ومرات أخرى حلوا بالفرح والأمل، ومرات وغير ما مرة
يكون مستفزا بملوحة الفزع والألم والخوف من المتحولات الاجتماعية المتناقضة. أخيرا أختم قولي هذا تحية لهذا الرجل الذي علمنا الكتاب، تحية هذا الرجل، لأننا كنت في واحد اللحظات كنت باغي ندير واحد المقدمة آخر رواية عندي، عيطت له هزيت الهاتف وعيطت له سي عبد الرحمن فين راك؟ قال لي انا راه في المستشفى تندير واحد التحليلات وتندير شفاه الله وعافاه، ولكن فاش نرجع للمكناس انا نكون معاك. دائما اجده بجانبي، دائما في اي غرض من اغراض حياتي التجئ اليه اجد فيه السند القوي، رجل دائما اقول وأنا دائما عندما ألتقي به أقبل رأسه، وسوف أقبل رأسه أمامكم اليوم. باسمكم الأستاذ والناقد مرسي الأكرمين على هذه القراءة النقدية التي عرج فيها على تيمات هذه المسرحية بأبواحها المتعددة، وعرج فيها أيضا على بعض تقنيات الكتابة التي يتميز بها الكاتب والناقد المسرحي الدكتور عبد الرحمن بن زيدان. كما وقف على الجانب اللغوي حيث أن المسرحية يعني محملة بلغة الرمز والانزياح واللغة الشعرية من خلال العديد من الأساليب الغنائية المنظفة، وتبقى التيمات معاصرة مهمة، وقضية الإرهاب هي قضية معاصرة علينا شجبها، وعلينا التأكيد على أننا يعني ندين دين وسط بعيد كل البعد على أن يكون دين القتل ودين التقتيل ودين يعني شجب الحريات العامة والحريات الإنسانية. لنمر فيما يلي إلى تقديم كلمة للدكتور والكاتب عبد الرحمن بن زيدان في هذا السياق الجديد الذي هو سياق حضرة البوح لويزا بونارين، ويعتبر الأستاذ أيقونة المسرح العربي في النقد المسرحي وفي الكتابة المسرحية التي أثمرت مجموعة من المسرحيات التي من بينها العار المتفرجين وأمان الماء وأمان في معركة مفكران، بشراكة مع الشاعر الزجال محمد بن عيسى، وصمت له كلامه، وزنوبيا في موكب الفينيق، والحلاج لا يخون ظله، وسهام الغزال، وألوان الطيب، وأسفار في شغف عشق أو الجنون، وكوفيد شبح بدون هدية. وهذه المسرحية الموسومة بحضرة البوح موضوع هذه المقاربة النقدية وموضوع توقيع مسرحية اليوم. فليتفضل أستاذنا للحديث عن هذا العمل وعن هذه المسرحية التي تعبر عن ثقافة النموذج، لأنها تندرج ضمن تجارب المسرح العربي التجريبية التي تجعل التراث ومساءلة مضامينه وعصرنة خطاباته وإدماجه في الرؤية المعاصرة عملا إبداعيا جديدا. فليتفضل الدكتور عبد الرحمن بن زيدان في إلقاء كلمته حول هذه المسرحية. مساء النور، مساء الخير، مساء التفاؤل والمحبة. لابد أن أوجه الشكر الجزيل للجمعية المغربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يرأسها شاب حيوي هو الأخ طربوش، الذي جهز هذا اللقاء بعفوية وبحماس وبسهر متواتر. وأشكر أيضا مدير المعهد
البلدي للموسيقى والرقص الأخ ببدي الذي هيأ لنا كل الظروف لإنجاح هذا الاحتفال. وأشكر جمعية عبق الخريف، هذه الجمعية التي ترأسها الشاعرة لطيفة السليماني الغراس. وأشكر كل الشعراء الذين حضروا معنا، وهم كتب لا يمكن أن أذكرهم، ولكنهم حاضرون في القلب أكثر مما هم حاضرون في القاع. وأشكر أيضا